طبعا انا بشكر هيئه الدواء على الادويه اللي هي دخلتها تصرف بوصفه طبيه، ما دخلتش جدول المخدرات، ولكن لن تصرف بوصفه طبيه ولن تتختم، يعني زي اجراءات جدول المخدرات ولكن دون ان تدرج تبع جدول المخدرات، او ربما تكون تم ادراجها وانا ما عنديش المعلومه. بس هو ما اعتقدش، لان ما زالت الشركات بتوزعها للصيدليات عادي جدا، فبالتالي هي لم تدرج في جدول المخدرات. لكن ليه استفسار، ليه الليبراكس والحاجات اللي زي الكلوفرين ايه والكولونا ليه ما بيخشوش جدول مخدرات برضه؟ يعني يا ريت نبقى عارفين ليه، لان هم برضه بيسببوا تعود، برضه بيسببوا ادمان. ولما بيتعمل تحليل للمخدرات بتظهر ان المريض بياخد مخدرات وهو ما بياخدش. وطبعا لان في ماده كلورودازيبوكسيد دي تبع البنزودازيبين جروب، زيها زي الكالمبام والليكسوتانيل والحاجات دي كلها. فبالتالي محتاجين برضو الليبراكس والحاجات اللي زيه يتم ادراجها تبع الادويه التي لا تصرف الا بوصفه طبيه. شكرا جزيلا. سلام عليكم.